بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيب قلب ام رحيم، ده يوم ذبح العجل. طبعا انا ما رضيتش اجيب في الاول كده ساعه العجل وهو بيتذبح، فجبت لكم ساعه التقطيع بتاعه بعد ما اتذبح وخلاص. فحبيت اصور لكم كده التقطيع بتاع العجل. طبعا ده نص، ده ربعين على بعض اهم، لسه متعلقين كده. وفي النص الاولاني خلاص بيتقطعوا، الجزار قاعد بيقطع فيهم. على فكرة يا حبايبي، أنا أول مرة في حياتي أنظف الرجول والحاجات دي. اكتشفت إن تنظيفها سهل جدا. يعني بتحط مية على النار و... وأول ما المية تغلي، لازم المية تغلي لأن هم بيبقى فيهم الشعر اللي فيهم بيطلع بصعوبة شوية. فلازم تغلي مية على النار في حاجة كبيرة، في طشت كبير. حطي مية على النار تغلي، وبعدين بتنزلي بالرجول، بتسيب الرجول كتير، يعني ممكن تسيبيها ربع ساعة نص ساعة في قلب المية. وبعدين بتمسكيها بالسكينة كده وتقعدي تكحتي فيها، وهكذا الراس كمان. وبعدين بتحطيه على نحطها كده على النار، علشان لو في اي شعرة صغيرة اي حاجة النار بتشيطها، بتحوشها بسرعة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا اول مرة انضف الحاجات ديت. احنا على طول بنشتريها جاهزة. تمام، يعني اللي حابب يشتري من الحاجات ديت. وانتوا كلكم في منكم كده كتير يعني، فمش كل يوم يعني هنذبح عجل. المهم، احنا كده نضفناهم خلاص، وخلاص بقوا بيض ما شاء الله زي الشمع. في بقى لسه اللي هو اللي بيقولوا عليه السقط بتاع الجاموسة او بتاع العجل، اللي هو بيبقى الكرشة والمصارين والحاجات اللي جوه ديت. الصراحة كان في واحدة، هما كانوا جايبين واحدة بتنضف يعني الحاجات ديت. لان احنا الحاجات دي خدت مننا وقت في التنظيف، عشان احنا اول مرة نعملها خدت مننا وقت في التنظيف. فالست الله يبارك لها يعني، جات ونظفتهم، عملتهم بطريقة ما خدتش منها اي وقت خالص، يعني ما كملتش نص ساعة. طبعا انا كانت جات في اول الفيديو. حطت عليهم جير وغسلتهم، يعني طلعتهم نظفتهم، حطت عليهم جير وغسلتهم، ما خدوش معاها اي وقت. طبعا احنا كنا لافين الرباع بتاعت اللحمة في ملايات، عشان طبعا العفر وكمان تنشف الدم بتاعها. فبعد كده احنا جبنا اللحمة وجه الطباخ كان بيقطعها كده نوايب. يعني بقطعها احجام كبيرة لانه هيسلقها بحالها قطع كبيرة. خلاص. هنا بقى معانا، هنا دي صدور فراخ. هعملها ستريبس. انا كنت عملت الستريبس معاكم قبل كده حبايبي. برضو انا حبيت اصوره لكم. هنا معلقه كركم كبيره، معلقه ده توم، على بهارات اللي هي فلفل وكمون وكزبره مفرومين مع بعض مع حبهان. دي كبده على فكره. دي كبد وقوانص. في طبق كده احنا عاملينها، مش كبده العجل، لا دي كبد وقوانص. انا هعملهم بطريقه ببصل يعني، وطريقه كده. ده فيديو للعشاء، ده كان اكل عشاء يا حبايبي. يومها بالليل جم يعني، احنا قلنا هنعمل، عايزين عشاء كده، نعمل عشاء. فعملنا العشاء ده. دي الكبدة بتشوحي بصلتين مع قرنين 3 فلفل. طبعا الكبدة لازم تاخد سلقة الأول، بتدي لها غلوة بليمون وكمون الأول عشان ريحة الزفارة. كبد الفراخ لازم كده، لازم تاخد غلوة الأول بالليمون والكمون. وبعدين بترميها وتشطفيها وتقطعيها، تخرطي البصل والفلفل وتشوحيها مع بعض وفص توم. هنا بقى الستريبس. زي ما انا قلت، معلقة كركم وتوم مفروم مع حبهان، وثلاث معالق دقيق، وشوية خل بسيطين عشان الخل هيطري الفراخ معانا. خلاص. وطبعا شوية ملح، بتمسكيهم تقلبيهم في بعض كويس جدا، وبتكتريش مية علشان الستريبس اصلا ما بيحتاجش مية. خلاص. دي الخلطة بتاعت الستريبس، بقلبها كويس مع بعضها. والستريبس يا حبايبي همسكه اقطعه صوابع، يعني الشرايح بيبقى يعني السمك بتاعه تخن الصابع كده. ليه؟ لان احنا هنلفها بالدقيق، وما بتتلف بالدقيق مرة واتنين ال الاستربساية معانا او الصدر معانا بتاع الفراخ بيحمل يعني. يعني ايه؟
بياخد سمك من الدقيق معانا. ده التقطيع بتاع الفراخ اهو. انا عامله ده 3 صدور، عاملاها صوابع بس محملها شويه، بتبقى اتخن من الصوابع بتاع البطاطس شويه اهي. بنزل بقى في الخلطه، هي ما بتاخدش وقت خالص ولا بتحتاج وقت كتير للتتبيله. يعني انت ممكن تعمليها وتقلبيها على ما تجهزي الزيت يسخن وتجهزي يعني حوالي 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، ساعة بكتيره بتكون خلاص اتبلت معانا. انا عملتها قطعتها على ما جهزت بقية العشاء. حمرنا طبعا، جبنا البطاطس وحاجات كده، وعلى ما جهزنا الاكل دي كانت اخر حاجة، لان هي بتتاكل سخنة. الستريبس بالذات او الكنتاك او البروست، الحاجات ديت بتبقى حلوة جدا وهي سخنة. يعني اخر حاجة بتتحط على الصينية او على السفرة. خلاص. آه انا هنا قطعتها وهقلبها في بعضها كويس معاكم بالتتبيلة. طبعا الكبدة زي ما انا قلت هي كانت على النار. آه حطيت لها كل حاجة. ما بكتر لهاش طماطم. الكبدة بفراخ انا ما بحط لهاش، الكبد والقوانص بتاع الفراخ ما بحطش طماطم، بكون واحدة، بحط واحدة او اتنين بس، علشان زفارة الكبدة، لان الطماطم بتشيل الكبدة. هنا الملح انا حطيته في الاخر، حسيت ان هي الملح بتاعه قليل، حطيته. وطبعا ما تنسيش بتحطي ربع معلقة سكر، ما بتحطيش سكر كتير. خلاص. زي ما انا قلت الخل، الطحينة دي يا حبايبي، لان انا هحط على الكبدة، هحط معلقة طحينة على الكبدة. انا بحط على الكبدة بعد ما بتستوي خالص بالخلطة اللي انا قلت عليها على النار، بحط معلقة طحينة وبقلبها في بعضها كده، وبنزلها في الاطباق. خلاص. هنا الستريبس خلاص، انا حاطه صينيه اهي او طاسه على النار، او حله زي ما انا قلت لكم قبل كده على النار، بتحط فيها زيت. الزيت بيبقى كتير شويه يعني، بتسخنيه قوي علشان الفراخ لما بتنزل في الزيت يعني الطبقه اللي فوق، لو الزيت بارد ما بتعملش طبقه، الطبقه اللي فوق بتتفتت منها. لازم شرط يكون الزيت مسخناه قوي او مقدوح. وتنزلي فيه في الستريبس. طبعا يا حبايبي الدقيق بتاع الستريبس انا حاطه عليه معلقتين نشا كبار. والدقيق اللي فض منك يعني برضو بتنخليه كده وبتعينيه تاني المرة تانية، ما بيترماش الدقيق، ما بيترماش لو فاض منك. كده بقى اطلع الستريبس واحط في الدقيق، وارجع تاني باخده وانزله في الخلطة تاني اهو. ما بحطش في مية، بنزله في الخلطة تاني عشان يعمل كفر معانا او الطبقة معانا تكبر و... والستريبس يبقى منفوش معانا كده ومقرمش. لو انت حابة ممكن تعمليها مرة واتنين وتلاتة. انا هنا اكتفيت بمرتين بس. وبعدين بنزل في الزيت الغزير السخن جدا زي ما انا قلت لكم اهو. بعمل كل الكمية بالطريقة دي. خلاص. الاستريبس معانا من الحاجات السريعة جدا، والاولاد بتحبها جدا، اي حد بيحبها، واكله خفيف وما بياخدش منك وقت ولا بياخد منك مجهود. وممكن حتى زي ما انا قلت قبل كده، لو دخل عليك ضيف فجأة، حد طلب منك عشاء سريع يعني زينا كده، يعني انا قلت لكم ده كان عشاء طبعا عملناه سريع وبسرعة، ما خدش مننا اي وقت، وفي نفس الوقت عشاء يعني ايه حلو، يشجع يعني اللي بياكل على الاكل. فالمهم بنعمل بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص الكمية معانا كلها. خلاص. طبعا الفرح يا جماعة زي ما انتوا عارفين، الفرح الحمد لله تم على خير. وجيت بعدها انا اللي تعبت اهو. المهم الستريبس اهو في النار، في الطاسة على الزيت اهو. ما بتقلبهوش خالص 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 خالص. انا الوقت جايبه لكم، مقربه لكم الكاميرا عليه علشان انتي ما بتقلبوش لما بيحمر، عشان لو انتي قلبتيه وحطيتي فيه معلقه الطبق دي هتفك، الكفر اللي احنا عاملينه هيفك مني. هو لما بيمسك في بعضه كده وبينشف هو بيحمر. لو انت لقيتي زي ما انا شايفاه كده في حاجه خفيفه كده مش محمريه، بتقلبيها. لو في حالة ان هو احمر من فوق لتحت، بتطلعيه بقى في مصفى، بتطلعيه على ورق مناديل. الاحسن
ان احنا بنطلعه في مصفى. ليه بقى؟ لان احنا لو حطيناه على ورق مناديل، الزيت المنديل هيشربه، ولما المنديل هيشربه هيفضل هيطري. هتفضل طبعا الاستربساية على المنديل هتبقى شاربة الزيت، هتبقى طرية، هتستطرى يعني معاكي زي ما بيقول. فاحنا الافضل ان احنا بنحطه في مصفى، عشان البخار لما ينزل من المصفى يفضل الاستربس معانا مقرمش، خلاص ما يستطرش معانا. فبتحطيه في مصفى، وبعد كده بنرصه في الاطباق زي ما احنا عاملين كده. طبعا احنا جبنا شيبسي، كان في طعمية، وكان في قطعنا سلطة كده. طبعا احنا حطينا طحينة عليها كاتشب اهو، وسلطة وكبدة. و يعني اتمنى ان الاكل بتاعنا النهاردة يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.